السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل متتبعي الكرام في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم جوج ديال الشكيلات ديال حلوة اللوز ساهلين وفي نفس الوقت راقين، وغادي تشوفوا حتى طريقة الاحتفاظ بالحلويات مدة طويلة بلا ثلاجة. كنتمنى تفرجوا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخير وفرجة ممتعة. هنا انا ورقت العجينه رقيقه وغادي نقطعها بهذا المرشم الدائري، يكون القطر ديالو 7 سنتيم. وغادي نحط لكم الرابط ديال العجينه اللي فايت لي حضرتها معكم هي والعقده في صندوق الوصف. وهنا درت كويرات من العقده كتوزن كل وحده 16 غرام صافي. وغادي نغلفها بالعجينه بهذا الشكل هذا ونكورها مزيان باش تثبت لينا العجينه على العقده. صافي وبنفس الطريقه غادي نكمل جميع الحبات اللي عندي. صافي ومن بعد غادي نكورها على شكل بيضاوي كما كتشوفوا، يعني شكل طويل. وهذا هو المرشم اللي غادي نزين به على شكل وردة. صافي وغادي نحط العقدة في الوسط ديال المرشم وغنضغط عليها مزيان حتى تخرج على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي نعاود وحده اخرى. نضغطو مزيان وكما كتلاحظوا كتخرج بكل سهولة، يعني الطريقة سهلة بزاف. صافي انا هنايا ورقت العجينه اللي بالكاكاو وغادي نزين بها الحلوه بهذا المرشم ديال الورده. ومن قبل غادي ندير شويه ديال البيض باش تلصق لينا الوريده وما تطيحش لينا من الطيب في الفران. وهنا تقدروا ديروا اي لون بغيتو. صافي كنحطوا الوريدات على الحلوه ومن بعد كنثبتوهم مزيان. عاد غنزيدو وريدات صغار بهاد العجينه البيضاء، غادي نديروها في الوسط ديال الوريده ديال الكاكاو. وهنا نحاولوا نخالفوا الاطراف ولا الوريقات منين نجيو نحطوها. صافي وغادي نثبتوها مزيان من الوسط.
وانا غادي نكمل كل شيء بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نستفهم في اللاطه. ودابا غادي ندوزو للشكل الثاني. بنفس الطريقه ورقت العجينه رقيقه وكورت العقده. الوزن ديال كل وحده 18 غرام، وانا ضفت شويه ديال الروح ديال البيستاج ما يكونش فيه اللون العقده. صافي، وغادي ندير هاد المرشم هذا اللي كيتواجد في السوق على شكل ورده او ما يسمى بالليمونه. صافي، وغادي نقطع بنفس المرشم ويكون عنده نفس القطر. صافي، وغادي نخدمه بنفس الطريقه ديال الشكل الاول. ودائما باش نسهلوا علينا الخدمه كنوجدوا العقده هي الاولى. صافي، من بعد غادي ناخد كويره وغادي نحطها في وسط هاد المرشم ونضغط عليها مزيان بالكف ديال يدي، وغادي تراسى لينا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ودائما نديروا الدقيق باش ما تلصقش لينا العجينه. كما كتشوفوا الطريقه سهله بزاف، تقدروا تحضروا كميه كبيره بهاد جوج ديال الشكيلات في وقت قصير. صافي، ومن بعد غادي نقشها بالمنقاش، نضغط على العجينه وعلى حتى العقده في نفس الوقت. صافي، ومن بعد غادي نزينوها بوريدات. انا اختاريت هذا اللون البيستاج او الاخضر، ودائما كنديروا بياض البيض في الاول. صافي، وغادي نقطعوها بهاد الوريده هذه وغادي نزينوا بها في الوسط بهذا الشكل هذا. وهنا من بعد ما بيت الحلوى ليله كامله كما كتشوفوا. غادي نتقبها ببره تكون معقمه باش ما تنفخش لينا. صافي، ومن بعد غادي ندخلها الفران على نار مهيله حتى تطيب. وهنا من بعد ما طابت غادي ندهنها بالناباج وهي سخونه، ونعاود ندخلها الفران حتى تشمع وما يبقاش الناباج يلصق لينا ما بين يدينا.
صافي. وفي الاخير غادي نزينهم بالعقيق الفضي في الوسط، ويبقى التزيين اختياري. وصافي، وهذا هو الشكل ديالها النهائي. ودابا غادي ندوزو لطريقه الاحتفاظ بالحلوى مده طويله بلا ثلاجه. وهادو هما العلب اللي كيحافظوا ليا على الحلوى مده شهر او اكثر. سميتهم البوليستير. كتبقى الحلوى فيهم مقرمشه، يعني عن تجربه. كندير بلاستيك ما بين كل طبقه كما كتشوفوا، بلاستيك يكون غذائي. صافي، وكنسدهم مزيان، وكندير لهم اللصقه باش ما يدخلش ليهم البرد. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه، وما تنساوش تضغطوا على الاعجاب وعلى حتى الاشتراك. ودمتم في رعاية الله وحفظه.